وصفة ال10 دقايق من غير عجن ودقيق، وصفة سهلة ومش هتاخد منكم وقت يا حلوين. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هاتوا لفة جلاش وهقول لكم الحشوات، حلو وحادق تنفع معاكم أكيد. هنا أنا معايا تونة خلطة، معاها طماطم وفلفل أخضر، ومعايا نوعين من الجبنة، جبنة بطعم الكمون هي أصلا كده مكتوب عليها، ومعايا جبنة بيضة هبدأ أطعمها كده بشوية من الزعتر السوري اللي هو الناعم، بتنقلها معاكي في حتة تانية خالص، وخصوصا اللي بيحبوا الزعتر. هنزل عليها بمعلقة من زيت الزيتون، بتبقى ميكس خطير مع بعضه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تقدري تحشيها لانشون، تقدري تحطي عليه برضو زيتون وجبنة وكده. وهقول لكم الحشوات اللي هي الحلو دلوقتي معايا: علبة زبادي بلدي أو نص كوباية حليب المتوفر عندك من الاتنين، ربع كوباية سمنة سايحة، نزلت بربع معلقة من البيكنج باودر، وظبطت الملح. وهدوب كل المكونات دي كده مع بعضها. ليه بقى؟ علشان ده كده اللي هنورق بيه الجلاش معايا، هيديكي توريقه وهينفخ معاكي لما يدخل الفرن، وهيبقى حلو قوي. اظن كده طريقه سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هعمل معاكم شكلين، الشكل السهل البسيط ده كده، شايفين انا بتني الورقه نصين وبعد كده اتنيها كمان مره زي كده السمبوسه. شايفين معايا متقفله حلو، الحشوه مش خارجه منها ولا اي حاجه. اي نوع جبن بقى انتوا حابينه تقدروا تحشوه. طبعا بما اني هحشي جبنه، الجبنه بقى هعملها بطريقه تانية زي ما اتفقنا، شكل السمبوسه اللي هو 7 8 7 8، وهكذا. بتبقى سهله وبسيطه خالص. في ناس بتشتكي ان هي مش بتعرف تعملها، لا صدقوني اسهل من البساطه. لو ركزتوا كده بصباعك هتلاقيني عملت 7، وبعد كده برضو ودي 8، وهكذا وهكذا لغايه ما تقفليها خالص. والماده اللي انا عاملاها دي اللي هي بتخليها تلزق معاكي، صينيتك تكوني دهناها حاجه بسيطه من الزيت، وفرنك تكوني مسخناه قبلها ب10 دقايق درجة حرارة 180. الصاجة تبقى مباشر على أول رف، ولو الاتنين بيولعوا مع بعض الشواية والشعلة اللي تحت ولعيهم الاتنين مع بعض. وبعد كده بقى هبدأ ألمعها بنفس الخليط اللي كان معايا. بما إننا خلاص داخلين في فصل الشتاء، ممكن السمنة والحليب يجمدوا معاكي كده، هتفكيهم في لحظة على النار، حتى ممكن وانت بتشتغلي عادي. الجو بيبقى برد وكده، فهتفكيهم تدفيهم يعني على النار، وتبدأي برضو تستخدميهم. علشان كده ممكن ناس تفضل الحليب عن الزبادي. هنا بقى رشيت رشة من السمسم، وبدأت بقى دخلتهم الفرن. أول ما يخرجوا معاك شايفين هياخدوا 10 دقايق بالظبط. قدمي بقى أحلى وصفة سهلة وبسيطة، تبقى مقرمشة من بره وطرية من جوه. ولو انت عاوزاها كلها طرية مش مقرمشة، أول ما تخرج من الفرن بكيها بخاخ مية وغطيها بفوطة المطبخ. يلا بقى يا حلوين، اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي، تسعدني متابعتكم اكيد. وتقدري تحشيها حلو وتعملها شربات كمان، واشوفكم يا رب على خير.